هل ممكن دمية بسيطة تكون بوابة لشيء شرير؟ هل فعلا ممكن لعبة أطفال تتحول للعنة تسيب كل واحد يقرب منها؟ النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكتر القصص الغامضة والمرعبة في التاريخ، واللي كتير مننا سمع عنها، قصة الدمية أنابيل. القصة بدأت سنة 1970 لما أم قررت تشتري لبنتها دونا هدية بسيطة بمناسبة عيد ميلادها. كانت دمية قماش من نوع معين، بوش مبتسم وفستان أبيض وشعر خيوطه لونها أحمر. شكل بريء جدا، انت لو شفتها هتحس ان هي دمية عادية جدا، وكمان بريئة مفيهاش أي حاجة تخوف. لكن بعد أسابيع قليلة بدأت الحاجات الغريبة تحصل. دونا لاحظت ان الدمية بتتحرك من مكانها رغم انها محدش لمسها. مرة تلاقيها قاعدة على السرير، مرة على الكرسي، ومرة تانية تلاقيها في أوضاع مختلفة عن اللي كانت عليها قبل ما تخرج من البيت. الأغرب إنهم بدأوا يلاقوا ورق صغير مكتوب عليه بخط شبه خط الأطفال جمل زي ساعدونا، هل أنتم هنا. غريبة مش كده؟ الورق نفسه كان غريب فعلا، ومحدش من اللي في البيت عنده ورق من النوع ده أصلا. وفي يوم دونا رجعت لبيتها ولقيت حاجة مرعبة. الدمية كانت في أوضة النوم، بس على ايديها نقطة شبه الدم. المنظر خلى دونا وصاحبتها يخافوا جدا، فقرروا انهم يستعينوا بوسيط روحاني عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل. الوسيط قال لهم ان في روح بنت صغيرة اسمها أنابيل هيغينز ماتت في نفس المنطقة، والروح دي اتعلقت بالدمية وبتحاول تتواصل معاهم. بدافع الشفقة البنات سمحوا لأنابيل انها تفضل في البيت بعد ما عرفوا قصتها. لكن القرار ده كان غلطة عمرهم، لأن الأحداث بعدها بقت مرعبة أكتر. أبواب بتتفتح وتتقفل، أصوات في نص الليل، خيال بيتحرك في الضلمة. وفي مرة واحد من صحاب دونا دخل الأوضة اللي فيها أنابيل وقال إنه حس بحاجة خانقاه، وفجأة حس بوجع شديد على صدره، ولما بص لقى فيه خدوش عميقة كأن مخالب حيوان هجمت عليه. عند النقطة دي قررت دونا تلجأ للزوجين إد ولورين وورن، المحققين المعروفين في مجال الظواهر الخارقة. وبعد ما فحصوا المكان قالوا إن الروح اللي في الدمية مش روح طفلة أبدا، ده كيان شيطاني اتظاهر بالبراءة عشان يخدعهم ويقدر يدخل البيت ويتحكم فيهم كلهم. الزوجين عملوا طقوس طرد الأرواح وأخدوا أنابيل معاهم عشان يمنعوا الأذى عن البنات. ومن يومها الدمية محفوظة في متحفهم الخاص، متحف وورن الغامض. أنابيل محبوسة جوه صندوق من الإزاز وعليه يافطة واضحة مكتوب فيها تحذير لا تفتح. الزوجين أكدوا إنهم بيجيبوا كاهن يباركها كل أسبوع بالماء المقدس، وقالوا كمان إن في شاب دخل المتحف وضحك على القصة ولمس الإزاز ده، وبعدها لما خرج وهو راكب على الدراجة النارية بتاعته مات في حادث مريب بعد ساعات بس من اللي حصل ده. القصة دي مش مؤكدة، لكن وورن كانوا مقتنعين إنها حقيقية. الغريب إن الدمية الأصلية أصلا شكلها مش مرعب زي اللي في أفلام كده خالص، دي بسيطة جدا بوشه من قماش بريء. لكن يمكن هو ده اللي بيخليها أخطر، لأن الشر الحقيقي ساعات بيستخبى في أبسط الأشياء. النهاردة أنابيل لسه موجودة في المتحف، والزوار بيحكوا إنهم بيحسوا بطاقة غريبة حواليها، وإن في عيون بتراقبهم من ورا الإزاز. محدش يقدر يثبت ده، لكن المتأكدين منه إن كل الناس إن القصص حوالين الدمية دي لسه ما انتهتش. هل فعلا أنابيل مسكونة ولا مجرد خرافة اتضخمت مع الوقت؟ هل كل اللي حصل نتيجة أوهام نفسية ولا فعلا في كيان بيتغذى على الخوف؟ اللي أكيد إن أنابيل دي مش مجرد لعبة، رغم إن شكلها فعلا يحيرك. هي مفيهاش أي حاجة،
بس القصة اللي وراها أكبر بكتير. لو وصلت للنهاية شاركني رأيك في التعليقات. هل انت مصدق ان في دمية ممكن تكون مسكونة فعلا، ولا شايف ان دي كلها صدفة وتخيلات بشرية، ولا ايه بالظبط؟